يا مساء الفل عليكم. انا ساره ودي حلقه جديده من بودكاست محدش قال لنا كده. اول لما تقول لحد انا مغترب تلاقي كده عينه بتلمع ووشه بينور وحواجبه بتعلى والتون كده بيتغير كأنك جاي من بنك مركزي مثلا وعلى قلبك قد كده. علشان كده حلقه النهارده عن اشهر الخرافات اللي الناس مصدقاها عن الغربه واللي كل مغترب نفسه يطلع بيان رسمي بنفيها. حلقتنا النهارده اسمها الغربه وسنينها. واول خرافه معانا هي ان الحياه بره سهله وما فيهاش اي تعب. طب اللي ما جربش ما ينفعش يقول كده، واللي ليه حد بره وبيحبه بجد برضه مش هيقول كده عشان هيبقى عارف اللي فيها، عارف التعب والمجهود والسهر واللف والوحده والبهدله، ناس واماكن وحاجات كان متعود عليهم وفجاه اختفوا، فبتبقى دنيا تانية الناس شايفاها من بعيد جدا، مش عارفين يشوفوها بنفس العين اللي بره ده شايفها. تاني خرافة بقى هي ان اي حد بره اكيد معاه فلوس كتير قوي، فانت لو فاكر ان هما بيصحوا مثلا يقطفوا الدولارات من شجرة الريسبشن ولا بيفطروا كرواسون ويتغدوا سلمون، فروح سرش كده على كلارنا ولا تابي ولا تمارا وانت هتعرف الدنيا ماشية معاهم ازاي. سرش مثلا على اسعار الايجارات، المواصلات، الاكل، وطالما انت مركز معاهم قوي كده احسب مصاريفهم يمكن تلم عينك شوية. تالت خرافة بقى هي الهدايا اللي لازم تتجاب للبلد كلها. اول لما تحجز تذكرة الاجازة تتحول فجأة لشركة استيراد وتصدير. هات شوكولاتة، هات برفان، هات شامبو، هات اي حاجة مكتوب عليها بالاجنبي وخلاص، اي حاجة مش مكتوب عليها صنع في مصر هتبقى دنيا تانية. اهم حاجة هات الايفون معاك وانت جاي، احدث حاجة. انا مش هبقى غالي عندك لو انت ما جبتليش اجدد حاجة نازلة السوق. ايه ده بجد؟ الكلام ده ما بيجابش للمغترب نفسه وهو قاعد هناك. رابع خرافة بقى وهي التعليم. اكيد الناس كلها شايفة التعليم بره احسن، اكيد كل حاجة ليها عيوب وليها مميزات، بس بجد محدش هيقدر الكلام دوت غير اللي شاف الاتنين وعرف الفرق ما بينهم. خد بالك كده من اللي بقى بيتدرس في مناهج الغرب من مثلية وتحريض وقرف، وانت هتعرف ان انت في نعمة كبيرة. ده كفاية والله نعمة الازهر الشريف اللي الناس بتجيله من كل الدنيا. تفكرت مرة ان الطفل اللي بيدخل مدرسة برا ده بيبقى حاسس بايه وهو حواليه ناس مش شبهه ويمكن كمان مش عارف يتعامل معهم؟ طب احساسه ايه وهو بيردد نشيد بلد مش بلده كل يوم؟ مش عارفة، حاسة انه لما يكبر مش هيبقى عنده انتماء. كفاية اوجاع. ونخش على الخرافة اللي بعدها. خامس خرافة هي ان كل اللي بيسافر بيرجع متكبر وما بيحبش يقعد مع حد، بس الحقيقة بقى ان هو اتعود على الوحدة، على الصمت، على ان مفيش خناق على السندوتش اللي اتاكل من التلاجة من غير استئذان، فبقى مقفول كده غصب عنه، بيقعد في حتة على جنب كده مع نفسه، مش قادر على الزعيق ولا على جو العيلة والدبدبة اللي كان متعود عليه زمان. سادس واهم خرافة ان المغترب ده لازم يسافر لوحده عشان يعرف يعمل حاجة، هياخد عيلته معاه، هيبقى انسان فاشل وبيضيع فلوسه وبيضيع مجهوده في الارض. طب هو ينفع واحد يفني عمره كله علشان يعمل عيلة ويرجع يلاقي عياله او حد من اهله مكوشين على كل حاجة؟ طب ينفع برضو واحد يسيب بيته وينزل كل فين وفين ويبقى ضيف وكمان يبقى تقيل عشان اختلاف العادات وان هو اصلا ما يعرفش عنهم حاجة؟ طب ينفع واحدة تتجوز واحد مش موجود اصلا واهله يفضلوا يتحكموا فيها لحد ما تطق وتعمل جريمة؟ اعتقد الحوارات دي كلها بنشوفها حوالينا كتير قوي. فساعدوا الناس وما تقرفوهمش وما تفرقوش ما بينهم وما تقولوش كلام تتحاسبوا عليه قدام ربنا. وكفاية ضغط على الناس، محدش عارف اللي مسافر وده قاعد يواجه ايه لوحده من غير دعم نفسي. الناس شايفة بس ان حياته كاملة متكاملة وما عندوش مشاكل عشان بس بيقول الحمد لله وبينزل كام صورة حلوين. فصدقوني الغربة مش صورة انستجرام، دي تجربة فيها تعب ونجاح واشتياق ودموع وضحك كمان. واللي بره مش دايما مرتاح بس دايما بيحاول عشان خلاص هو دخل الدوامة. ومن هنا للحلقة الجاية يا رب تكونوا في احسن حال وبالكوا دايما رايق.